ازاي تجيب 58 من 60 في الفيزياء حتى لو مش فاهم؟ انا اكتشفت معادله حليت بيها كل مشاكل الفيزياء، ولما طبقتها مع اختي جابت 96%. المعادله دي بتتكون من 3 اجزاء، هعرفك ازاي طبقتهم على اختي في الفيديو ده. اوعدك لو طبقتهم انت كمان هيخلوا الفيزياء بالنسبه لك لعبه. في البدايه كده هتفتكر، هل عشان شخص يقفل الفيزياء او يجيب فيها درجه حلوه المفروض ما يقابلوش مشاكل فيها وتبقى الدنيا دايما تمام وزي الفل؟ احب اقول لك ان الجواب مش لا، بس ده لا لدرجه ان انا واختي اكتر ناس تقريبا قابلتنا مشاكل في الفيزياء، والحمد لله جبنا نفس الدرجه. حتى عشان تصدقني يا عم الحاج، انا هقول لك اختي عملت ايه. الموضوع بدا في شهر 8 سنه 2025. خلاص بدانا نشوف المدرسين اللي اختي هتاخد معاهم في ثالثه ثانوي، وبما اني من الزقازيق فانا عارف ان في اسم مدرس معين كده مشهور جدا في الفيزياء. لما جربته وانا في ثالثه ثانوي حرفيا عقدني من الفيزياء، علشان كده بصراحه استبعدت الاسم ده تماما. وبالرغم من اني شفت مدرسين فيزياء كتير، الا ان في مدرس مشهور تاني كده كان منافس للمدرس الاولاني بصراحه. بس الفكره ان المدرس المشهور التاني ده كل ما اروح اشترك عنده او عايز الحق معاه مثلا الفصل اللي هو شغال فيه ده، الاقي السكرتاريه بتوعه يقولوا لي لازم تمتحن عشان تدخل معانا. طب ما انا يا جدعان اصلا جاي ليكوا عشان افهم الفصل ده، همتحن عليه ازاي؟ قلت لاختي بس انا عايزك تجربي المستر ده. قالت خلاص انا هقول لصاحبتي واشوفها برضه هتروح فين. فكلمت صاحبتها لقت ان هي هتحجز عند نفس المستر. قلنا بس دي اشاره، دي اشاره يا معلم. وفعلا راحوا عنده اول حصه لقوا الدنيا تمام بقى وكله قلصته كده على راي عمر كاتو. بس انا قلت انا هحكم عليه في نهايه الفصل مش في بدايته. وبالفعل عدت الايام لحد ما وصلوا للدرس الثالث فيزياء. فبقول لاختي بقى ها ايه اخبار الفيزياء معاك؟ قالت لي زياده انا حاسه ان الموضوع ابتدى يبقى صعب وانا بقيت بعطل كتير بصراحه. قلت لها بس احنا كده نقدر نقول يلا بينا نبدا رحله تقفيل الفيزياء. تفتكر هعمل ايه مع اختي علشان مستواها يتطور في الفيزياء؟ وهل هتكمل مع المستر ده ولا لا؟ بدات اسالها بقى ولا ها قولي لي كده انت بتحلي ايه بقى، ولا بتعملي ايه، ولا بتذاكري ازاي؟ واكتشفت انها كانت بتعمل نفس الكارثه اللي كانت بتعملها في الاحياء. ايوه بتحل المذاكره بس. قلت لها بالله عليكي ازاي هتجيبي درجه عدله في الامتحان وانت بتحلي المذاكره بس؟ يعني اصلا اول حاجه المستر بيعملها لما يجي يعمل امتحان يبدا يجيب المذاكره قدامه كده ويشوف كل الافكار اللي فيها ويروح جايب حاجه براها. قالت لي ما هو انا فعلا معايا كتاب الامتحان بس انا لاحظت ان هي نفس افكار المذاكره. قلت لها بس خلاص احنا هنزود كمان كتاب نيوتن. وده بالمناسبه اول جزء من المعادله على فكره، انك تحل مصدرين في الماده بالذات في الفيزياء، او انك ما تقلش اصلا عن مصدرين في الفيزياء. بصراحه انت بتستعبط كده لو هتستقل اقل من مصدرين يعني. وبالنسبه لترشيحي انا فطبعا يكون كتاب الامتحان وكتاب نيوتن الاثنين سوا. وبدات فعلا تحلهم ومستواها يتطور. لكن هنا ظهرت مشكله كتير. بعد فتره بقى جيت اسال اختي بقول لها وصلت فين في الفيزياء، لكن ردها صدمني لانها قالت لي انا لسه في الفصل الاول. الباشا المستر المشهور اللي معروف جدا في الزقازيق عندنا هنا، اي نعم شعره حلو يعني بس طلع بيمشي بمعدل سلاحف. معدل سلاحف مش معدل بطيء، انت اقل من البطيء. يعني ايه يتخلص الفصل الاول في منهجك في 3 أو 4 شهور؟ تلت سنه. تلت سنه ايه؟ سنه ده ميلاديه. انت سنتك في ثالثه ثانوي كلها ده 10 شهور بس. يعني انت حرفيا خلصت 4 من 10 في فصل واحد بس، اللي هو اصلا الاسئله بتاعته في الامتحان مش بتيجي بالصعوبه اللي هي يعني. ولما راحت بعدها سالته وقالت له واحنا المفروض نخلص امتى؟ قال لا والله احنا عاملين خطه وباذن الله نخلص في معدل كويس، بس بيني وبينك كده انا مش مطمن. عشان كده بدانا نشوف ونسال الناس اللي قبل كده هو المستر ده بيخلص امتى كل سنه يا جماعه. اكتشفنا كارثه، يعني كل سنه بيخلص على الامتحان وما بيرجعش اصلا. هنا حرفيا بقى كلنا في البيت اتصدمنا، اللي هو كده بصراحه احنا مستحيل نكمل معاه اصلا. وعلشان كده بدانا رحله التدوير على مستر كويس. وبالمناسبه ده تاني جزء في المعادله. تاكد كويس جدا من نظام اي مستر انت هتاخد معاه، خصوصا لو كان مستر فيزياء. بدانا فعلا نسال وندور ونشوف في الزقازيق كلها لحد ما قلت طب يا جماعه نجرب المدرس اللي كان بسطني الفيزياء في ثالثه ثانوي. المهم قلنا نروح نسال ونشوف والله لو ينفع نجربه. بس للاسف كانت الصدمه ان احنا اكتشفنا ان المستر بدا يدي فيزيكس وما بقاش يدي فيزياء. قلنا كده بقى بصراحه انت ما ينفعش تسيبي المستر اللي كنت موجوده معاه لحد ما نشوف حد تاني. قالت تمام. بدانا بقى بعدها ندور هنا وهنا ونحاول اكتر واكتر واكتر، بس للاسف ما لقيناش مستر كويس وبدا يجي لنا حاله احباط بجد شديده. لحد ما كان في واحده جارتنا يعني ماما كانت بتكلمها بقى في الدروس والمشاكل بتاعت ثالثه ثانوي دي كلها. قالت لها طب ما هي ممكن تاخد درس تاني في مجموعه صغيره بحيث اللي ما تفهموش من المستر الاولاني ده المستر التاني يشرحه لها وحتى هيخلص لها المنهج اسرع كمان. قلنا بصراحه ما عندناش حل تاني، خلاص هنعمل ايه؟ ماشي. وبالفعل راحت اختي لما جينا بقى نسالها ايه الاخبار قالت تمام ماشي الحال، فخلينا نكمل معاه. والحمد لله فعلا الدنيا مشيت لحد ما ظهر في شهر 3 الكارثه اللي كانت هتبوظ كل حاجه. تفتكر ايه هي المشكله اللي كانت هتبوظ على اختي السنه؟ وايه هما الجزئين الباقيين في المعادله؟ ده اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. بس قبل ما اقول لك عليه بصراحه حابب اشكرك جدا جدا على الثقه بتاعتك اللي شفتها في الفيديو بتاع الاحياء. انا بصراحه ما كنتش متحمس خالص ان يبقى في مدرسين رعاة للفيديوهات عندي السنه دي بالذات، بس بصراحه لما لقيت ناس فعلا استفادوا ولقوا مصدر كويس ومجاني في الاحياء ده شجعني جدا ان انا اشوف
طلبات الرعايه اللي جايه لي من مدرسين الفيزياء. ولما سمعت شرح كل المساتر اللي بعتوا لي لقيت مستر اسمه اسلام، حرفيا بجد اقسم بالله انا حبيت اسلوبه جدا وطريقته في الكلام، بجد اقسم بالله رايقه، لدرجه ان لما اتكلمت معاه حصل موقف غريب جدا. الرساله دي بجد اللي هوريها لك دي ظهرت في وسط المناقشه ما بيننا، كان شات. ولما سالته ايه هي الحاجه المميزه عند حضرتك قال لي انا دلوقتي عندي طريقه شرح مختلفه شويه. ليه بقى؟ لان بيقول ان كل المدرسين بتوع الفيزياء بيبداوا ان هم يشرحوا الدرس وبعد كده يبداوا يحلوا على الدرس. هو بيبدا ان هو يشرح الدرس فكره وكل فكره من افكار الدرس، ما الدرس بيبقى عباره عن افكار، يبدا يحل عليها من كتب كتيره وخلاص كده الفكره دي اتردمت، بعد كده نبدا نخش على الفكره اللي بعدها وهكذا، بحيث ان الطلبه ما تزهقش يعني. واكد عليا في حته بصراحه ان هو دايما بيحاول ان هو يختصر وقت الشرح على قد ما يقدر بحيث الطالب ما يزهقش، وده شجعني جدا بصراحه اوافق على رعايته الفيديو ده. واعرفك ان المستر عامل محاضره تاسيسيه مجانا 100% للفصل الثاني في الفيزياء، هسيبها لك تحت. اما لو انت بقى واقع منك الباب الاول فبرضه معاك معسكر كامل مجاني تماما للباب الاول، وكل ده هسيبه لك تحت في اول كومنت وفي صندوق الوصف، وكله مجاني بنسبه 100%. اما لو عجبك الشرح وحبيت تزود وتشترك معاهم في الفصل الثاني كامل فهسيب لك برضه في صندوق الوصف في اول تعليق طريقه التواصل معاهم، واتمنى يا رب اكون سبب في فهمك للفيزياء. اما دلوقتي فهعرفك الكارثه اللي حصلت في شهر 3 لاختي. لقيتها جايه تقول لي انا وماما اقول لكم ايه، انا حاسه ان الاثنين المدرسين اللي انا باخد معاهم فيزياء الاثنين مش اقوياء واسئلتهم سهله جدا، بيحلوا اسئله سهله بس معانا، وكده بالشكل ده انا ممكن ما احلش كويس اخر السنه. انا بجد تعبت ومش عارف اعمل ايه بصراحه. انا وماما جالنا احباط شديد جدا لان احنا ما نعرفش حد تاني كده، وفضلنا كلنا في حاله الاحباط دي لحد ما في مره جت اختي قالت لها ان في واحده صاحبتها قالت لها على مستر اسمه فلان. جت بقى اختي قالت لي ايه رايك يا زياد اروح اجربه ولا لا؟ فرحت قايل لها جربي يعني مش هتخسري حاجه. وبالفعل راحت وحضرت، ولما رجعت بقى بنقول لها ها بقى ايه الاخبار؟ قالت لنا بص هو يعني شرحه عادي بصراحه لكن افكاره عاليه قوي. قلت لها ها بقى طيب قولي لي هنضحي بمين بقى من الاثنين التانيين؟ قالت ما هي المشكله بقى ان انا مش عارف المفروض اسيب مين. دخلنا كلنا حرفيا في حاله توهان ما بعدها توهان، كلنا بنقنعها ان ما ينفعش ثلاثه كده وده تشتت وفعلا هيضيعك. حرفيا كلنا جالنا حاله يأس اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اختي هتقع في الفيزياء اخر السنه ده لانها مش عايزه تسيب اي حد منهم. حسينا بجد ساعتها باحباط شديد جدا لحد ما ظهر الحل، وهو ان انا اتفقت مع اختي ان انت هتقعدي في الشهر ده تكملي مع الثلاثه زي ما انت، بس بعدها هنكمل مع افضل 2 منهم بس علشان ما يحصلش تشتت في الشهر ده. عايزك كل درس تلخصيه في كشكول مخصوص انت اللي عاملاه، وتكتبي في كل درس الدرس الفلاني ده بيتكون من كذا وكذا وكذا وكذا، تشرحيه لنفسك وتخططيه لنفسك في الكشكول، وفي نفس الوقت تقولي مثلا الدرس ده بيجي عليه 3 4 5 انواع من المسائل، وكل مساله منهم تكتبي بتتحل ازاي، وده يبقى ملخصك انت بفهمك انت، وهو ده اصلا الجزء الثالث من المعادله. اما لو عايز تعرف الطريقه اللي انا كنت بنظم بيها لاختي جداول المذاكره اللي كانت بتمشي عليها فانا شارحها كامله في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشه ده. سلام يا مذاكراوي.